بسم الله والصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير ومهنين. اليوم بإذن الله من وصفات سارة ومع روتين جديد. بديت ديريكت نص الصباح مع التسيق تاع الدروج. في الايام هذو اللي فاتوا خشتوا المطر البرد وكي تعود المطر بزاف، حنا طريقتنا ماهيش مخدومه. راكم على بالكم بالغرقه كي يجي فيها يجيبوا في رجليهم حاشيكم، اي الدروج ما تبقى فيهم حتى حاجه، ومديري لهم حنايا غير مرتين في السمانه نسيقوهم صافي. ما تجي تلحق هذيك الديله كي نهارات تعود النوم، اي الدروج يعودوا ما يسواوش. انا كيفاه ندير؟ نحكم من في الاول نكب الماء، نجبد بالبالي حاشاكم، بعد نزيد نجبد بالفورطوار وباه نزيد نكب هكذا كما راكم تشوفوا. نزيد نكب ثاني نفس الشيء بالبالي وبالفورطوار. مستحيل عبالكم كوما نديرش هكذا التراب كل يقعد شغل نسيقهم على مرتين. مهم لازم المره الاولى نجبد حاشاكم بالبالي وبالفورطوار وباه نعاود نزيد نسيق، سينو ما يخرجوش نهائيا الدروج. هيا كملت دروجي، طلعت القش هذا كان مغسول، كان منشور لتحت في الخيط، وحطيت غسله تاع في الماشينه، جبت هذا القش. وهذه ثاني جبتها ما حتلبسها في العرس اللي كنت بربي حتلبسها في العرس، اي شريتها العام اللي فات، ما عندهاش يعني بزاف في الصيف والله. قلت نلبسها وما نعرف يشوف المكتوب كيفيه. القش حطيته طبقته ونص موش تاع شمبرتي، حاجه من شمبرتي في الاغلبيه في القش تاع اختي وتاع ما بيبه. المهم فرست واش فرست، كملت حيلتي، وليت تفكرت ما درت مقارونه. والله غير النهارات هذو راهم نهارات تاع عيش. كي درت مقارونه قلت لها والله غير هاتي نصور البيشاميل الاخوات. المهم جيت قبل ما نصور البيشاميل جيت شمبرتي كنستها، فرزتها قبل كنستها مليح، جبت بالبالي والتسيق. قلت العشيه اللي كي ربي باه نسيق، الصباح ما نسيقش ميم يعني هكذا كيما نقولوا وين نظيفه كي نسيقها كل يوم تقعد هي ما نقولوا ما كان لا غبار لا والو في الارض. جيتكم بالبيشاميل، شوف طريقتي ولا هي مغرفه كبيره تاع مارغرين، اي نوعيه تاع مارغرين ديروها، نحطها في طاوه ونذوب هذيك المارغرين. شوفوا بعد ما تذوب نضيف لها مغرفه كبيره تاع فارينه ونحرك. شوفوا ها ونحرك مغرفه كبيره تكون معمره ونحرك مليح. بعد ما نحرك مليح شوفوا انني حاطه 2 كيسان تاع حليب يغليو، لازم يكونوا يغليو 2 كيسان حليب يغليو، ونفرخهم ديريكت على المارغرين والفارينه هذه. شوفوا اللي يحبها تجي عاقده يدير غير كاس تاع فارينه، اللي يحب عفوا تاع حليب يدير غير كاس تاع حليب، واللي يحبها مثلا هكذا حيديرها مثلا في قراطه. والله كما انا درتها في مقارونه يجي كما نقولوا مش عاقده، تجي ميها هكذا شويه، يدير 2 كيسان حليب. المهم انتم على حسب الواش رايحين تستعملوها البيشاميل تاعكم، كل واحد وفاه يستعملها. شوفوا تقعدوا تحركوا كي تضيفوا هذاك الحليب، تقعدوا تحركوا لازم مع التحريك المستمر حتى نتعقد لكم شويه. هذه بالنسبه للقراطه، انا بالقراطه والله مثلا هكذا كما درت مقارونه انا ما نعقدهاش بزاف، ما نخليهاش تعقاد هكذا برك. شوفوها هكذا خليها هكذا ونكبها على المقارونه. هذه المقارونه نفسها اللي درنا هذيك النهار درتها ما ثاني نفسها زدنا درناها او تجي بنينه والله غير تجي تقول فيها العسل. هذه المقارونه سيرتو كي يعود عندك فرماج ديري لها، انا اليوم ما عنديش درناها هكذا كما نقولوا بلا فرماج، تجي بنينه بنينه وما فيها والو، غير صوص طوماطو بيشاميل فرماج شويه فرماج اللي عندك ومقارونه طيبيها في الماء. هذا ما كان. احنا في دارنا كي ما نلقاوش نديرو خلاص نديرو هاد المقارونه خير من تاع المرقه. انا شوفوا مقارونه سباغيطي كي يعودوا مرقه ما ناكلهمش، يكون يعود فيهم العسل جامي ناكلهم، ما ناكلهمش نهائيا. بصح كي يعودوا في الكوشه هكذا نموت عليهم نشتي ناكلهم. المهم درنا هذيك حطيناها في الكوشه طيب، وجيت للدوش حاشاكم كان موسخ، قلت نسيقو. عندي النشاف ثاني مسحت بها الدروج، غسلتها هكذا ليه نشرتها وخليتها. والرغا هذا فرغته في الدوش سيقت الدوش. هنا وقت 12 وقت الغداء، كنا وجدنا الغداء انا وما.
هاي المقارونة والله يا البنات غير تهبل بنينة بنينة بنينة، جربوها وسامحوني برك لا شهيتكم في الجنة. ودرنا شوية سلطة تاع البروكلي، ثاني البروكلي يجي بنين بنين يسخف والله غير يهبل هكذا كي سيرتو سلطة هكذا، نحبو سلطة يجي بنين بزاف. هاي هنا المقارونة كيما قلت لكم، هاي على وجهات بنينة صح والله ماني نشكر فيها، صح بنينة. الكسرة هذه دايرتها ما دير على جال البيبة هذيك اللي ما تجيش مبسة بالزيت بزاف يحب ياكلها هو. وهذه هنا الدبارة جابها لنا بابا من بوسعيدة. شوفوا عندهم واحد في بانيو من بانيو، اي يديروا واحد الدبارة، كاين واحد الريستورون تبيع الدبارة اي يتهبل، جامي جبها لنا كليتها انا عندهم ثم مرتين والله، كليتها عندهم رحت للريستورون كليتها من هذيك وانا ساخفة عليها. جابها لنا بابا اول مرة يجيبها لنا تجي بنينة تسخب. وثاني جاب شوية تاعها مصروف، ما عندنا ويلو في الفريشيدير، صرف لنا جاب شوية زرودية شوية بطاطا شوية سلطة. المهم وش كما نقولوا وش يخص للدار جيب. البطاطا غسلتها ودرتها في السلة تاعها، انا هنا مستحيل نديرها في السلة تاعها ومن بعد تبدا تطلق لي في التراب. اي وشنو يكون نحطها هكذا هي بترابها كونوا شنهي هذيك السله تولي غير تراب حرفي. على بها كي تجيب البطاطا هكذا نشتي نغسلها وما يمكن نغسلها وتقعد هكذا فيها شويه، كنت كيما تحطيها مثلا هكذا تقعد فيها شويه ماشي يعني. هاي حطيتها هنا ثاني، هذه غسلتها غسلتها البارح كانت غسلتها، والفريشيدير ثاني البارح كانت ثاني غسلتها ما خليتهاش. العشيه خلاص دزيت اختي قلت لها جيبي شويه فرميج وتجيبي هكذا واش كتب ربي وخلاص. راح نقول لكم برك شتو الرب هذا هنايا في دارنا تخلص قرعه لازم تجي قرعه. هاي القرعه هذيك الصغيره خلاصت زاد جاب لنا بابا قرعه. انا ما نشوفوا فيه نستعملوا، انا ما نستعملوش بزاف سنستعملوا هكذا في كشما في مسفو في غريف في هكذا في هاد الحوايج دارنا بحتى يحليو به الحليب. شوفوا انا هاد الايام راني وليت للحلويات، عدت ناكل الحلويات بكثره والله غنيه بربي. ان شاء الله دوك ندير بروغرام في الصيف نولي نشرب الماء والحلويات اللي كتب ربي نحبسهم على الاقل كي ما كاينش خلاص نحبسهم شهر كيما كنت مديره في رمضان. في رمضان كنت نقول لكم ما ناكل والو، دوك راني وليت ليهم يعني بزاف. هذا هو عشاء تاع اليوم، بربوشة الشعير بالحليب الله والدبارة. المرة هذه ما عجبتنيش ما على باليش ليه، ما الجوت تاعها فيها واحد لي زيبيس هكذا قاويين، بصح كيما كليتها عندهم المرة اللي فاتت تهبل. والمقارونة تاع النهار. المهم حبيباتي هذا هو فيديو اليوم، مع السلامة في الفيديو القادم بإذن الله.